تعالوا شوفوا كميه الجهل والتخلف. بعد الفيديو ده هقول لكم النتيجه. هنا امام عاشور بيحتفل عادي جدا، الراجل جاب هدف فبيحتفل، جاب بالونه ونفخها، وكل الاعلام اون تايم وغيره 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 اتكلموا عن امام عاشور ازاي يحتفل بالطريقه دي. انا مش شايف انها خارجه خالص، والقرارات والايقاف اللي اتسبب او اللي اتقال عنه لامام عاشور انا هقول لكم حكايته في اخر الفيديو. كمان عندي مفاجاه ليكم لكل الاهلاويه والزملكاويه، محمود بن طايق لاعب نادي الزمالك مفاجاه كبرى ومن العيار التقيل. تعالوا بس نشوف بقى كميه الاحتفالات التانيه علشان نرجع للفيديو بسرعه. ادي الاحتفالات اللي نقدر نقول انها مهينه او سيئه. اتفرجوا على كميه الاحتفالات، حاجه تخنق بجد يعني. اتفرجوا لحد كده ووقف. اللي قدام حضراتكم دي هنرجع لامام عاشور وقصه الاحتفالات ومين اللي اعترض وبالصور والدليل. لكن نشوف بقى تشكيل جميل جدا وحاجه كده من اللي قلبك يحبها من الاستاذ الدكتور مارسيل كولر في تشكيله نادي الاهلي امام سموحه اللي فاز فيها الاهلي 2-0. التشكيله كانت قدام حضراتكم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كان بيلعب بثلاثي دفاعي، هو اشرف داري ناحيه اليمين، ورامي ربيعه في الوسط، وياسر ابراهيم في الشمال. ادي ثلاثه. قدامهم اتنين دبل 6، اكرم توفيق ومروان عطيه. لو اكرم توفيق اتقدم مروان عطيه بيغطي مكانه، ولو مروان عطيه اتقدم اكرم توفيق بيغطي مكانه. الاثنين ما بيندفعوش مع بعض نهائيا، واتفرج في المباراه هتلاقي الدبل 6 واحد بيطلع واحد بيغطي. بيلعب اتنين بقى على الجناب، هو حسين الشحات ويحيى عطيه الله. حسين الشحات ناحيه اليمين كان بيلعب هاف، ملناش دعوه خالص بان حسين الشحات مستواه كان مش ولا بد في المباراه، ولكن احنا بنتكلم ان مارسيل كولر مقتنع بيه انه يلعب في المنطقه دي. مش مهم دي التشكيله خالص، ولكن انا هكمل معاكم بس لقدام وهتعرفوا ايه السر اللي عمله مارسيل كولر في المباراه واللي خلى اداء النادي الاهلي اتحول بالشكل ده. طيب، يحيى عطيه الله في الناحيه الشمال، والاثنين دول بيلعبوا مع بعض، يعني بيزيدوا مع بعض وبيرجعوا مره تانية مع بعض. نروح بقى للحاجه المهمه جدا جدا، الثلاثي الامامي. يعني كان بيلعب الاستاذ الفنان قفشه وامام عاشور ووسام ابو علي. طيب انت هتقول لي كده يا استاذ رامي هما بيلعبوا بطريقه 3-4-3؟ لا طبعا، الاهلي كان بيلعب بالطريقه اللي قدامك دي، وهي طريقه صعبه جدا. اتفرج كده، بص بقى، كان بيخلي الثلاثه الدفاع زي ما هما متقدمين لحد دايره السنتر، وقدامهم على طول يكون مروان عطيه او اكرم. الهجمه اللي جايه من جنبه هو اللي بيتقدم، مروان عطيه او اكرم توفيق، وواحد بيغطي على الثاني بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تخش لقدام شويه بيلعب بخمسه قدام، حسين الشحات في اليمين، وبيلعب بيحيى عطيه الله في الشمال، وفي الوسط بيلعب وسام ابو علي راس حربه وحيد، واثنين جنبيه قفشه وامام عاشور. كان بيضغط بشكل كبير جدا، كان بيضغط بشكل رهيب. يعني 5 لعيبه في منطقه البوكس بتاع نادي الزمالك، وراهم 2 اللي هم الدبل 6 اكرم توفيق ومروان عطيه، ووراهم 3 اللي هو خط الدفاع بتاع النادي الاهلي، اشرف داري ورام ربيعه وياسر ابراهيم. ده اللي خلى النادي الاهلي يتحول في المباراه ويروح لطريق تاني خالص، انتصار ثم انتصار ثم انتصار. لو جبت اي مدرب جديد في النادي الاهلي هيكون ملخفن التشكيله شويه، والتشكيله اللي عملها مارسيل كولر النهارده انا عايز اعرف مين يكون موجود هنا ومين لا. طبعا يحيى عطيه الله اتصاب في المباراه ونزل كريم الدبيس مكانه، فكان الموضوع مش اوفر من كولر. لا، كولر كان بيفكر بالشكل الجيد جدا. انا مباراه شباب بلوزداد خسرتها ازاي؟ لاني في التشكيل كنت ملخفينه، كنت بلعب بطريقه 4-3 زي ما تيجي معايا، لكن في المباراه دي انا هلعب ب3 دفاع. ازاي؟ طب قول لي ارجع. ازاي كولر يلعب ب3 دفاع؟ يلعب ب3 دفاع. لما ترجع للتشكيله مره تانية اللي قدام حضرتك دي هتلاقي ال3 الدفاع مغطيين على بعض، ما بيتقدموش نهائيا الا لما الكوره تكون، يعني لو هترجع للكوره اللي فاتت عندك حسين الشحات لعب الكوره من قدام ال 18 بتاع النادي الاهلي، خد قفشه انفراد بدون كلام. طب ازاي قول لي حسين الشحات بيرجع. كولر كان بيخليهم يضغطوا مش على بعض، يضغطوا على اللعب، بيقفلوا. انت ازاي تضغط بخمس لعيبه وعندك 2 في منطقه السنتر، السكس باك، الدبل 6، وعندك 3
3 دفاع، انت مأمن ظهرك 10 على 10. ده يخليك تقف تفكر كده مارسيل كولر. من وجهة نظري الى حد ما انت مقنع في حته زي دي، وانا مش مختلف معاك بنسبه مليار في الميه. انت صح. ليه؟ لما تلعب باتنين زي حسين الشحات ويحيى عطية الله والاثنين يضغطوا ويرجعوا في الدفاع، هو مجهود بدني كبير جدا هيكون من الاثنين، ولكن انت هتكسب مباراه. ليه؟ لانك بتضغط بخمسه. مثلا لو الاهلي هيلعب بالطريقه المعتاده، الطريقه المعتاده بتاعت النادي الاهلي، راس حرب وحيد، خلى امام عاشور وقفشه طرفين زي حسين الشحات. دايما بتلاقوا حسين الشحات ورا وسام ابو علي في التشكيل، يعني هيكون على اليمين، والناحيه الشمال طبعا بيكون يحيى عطية الله او كريم الدبيس. لكن النهارده اختلف الموضوع تماما خالص، حط لنا قفشه وامام عاشور وحسين الشحات ويحيى عطية الله قدامكم ايه؟ الخط. انت تجري مع حكم اللايمان، انت تجري معاه كده، انت 100% صح يا كولر. طيب نرجع لاحتفال امام عاشور اللي هو الدنيا كلها بتتكلم عنه، وازاي امام عاشور يحتفل بالشكل ده، وهل الكلام ده صح ولا امام عاشور هيتوقف ولا عقوبه لامام عاشور؟ لا طبعا، امام عاشور عمره ما يتوقف في احتفال ما سببش اي اهانه لاي حد. لو هيتعاقب امام عاشور، عندك كميه اساءه واهانه للجمهور وللمدربين وللنادي. كل ده بيصدر من بعض الفرق في مصر وخاصه نادي الزمالك. ده من وجهة نظري. لو انت هتعاقب عاقب الكل. امام عاشور ما عملش حاجه مشينه عشان تعاقبه. يعني ايه واحد حط البالونه في رجله وطلع نفخها اول ما جاب جول؟ ما فيهاش اي مشاكل، ما هي بتحصل اهو. ده محمد صلاح بيحتفلوا بنفس الطريقه. فيها في المشاكل ان واحد يحتفل بنفس الطريقه؟ طب ما منسي عندك احتفل على طريقه نيمار، وكان قبلها رامي ربيعه عامل كده، ليه ما اتكلمتوش عنها؟ بصراحه من وجهه نظري وقفوا حملات وهجمات على النادي الاهلي وعلى لاعيبته. سيبوا الاهلي في حاله. الزمالك عنده مباراه امام ابو قير للاسمده وهيغيب عنها بانتايك، وهقول لكم سبب غياب بانتايك في مفاجاه ناريه ومن العيار التقيل، لان النادي الاهلي خلاص اتورط ماليا مع بانتايك. يلا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.